السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا جدا جدا، احلى واجمل مشاهدين في الدنيا. قبل اي حاجة طبعا احب اشكر كل الناس اللي دخلوا جداد عندنا في القناة وشرفونا باشتراكاتهم الجميلة. ويا رب دايما كده نكون قد الثقة اللي انتوا بتدوها لنا، ويا رب دايما كده نكون عند حسن ظن حضراتكم. بحب كمان ابقى افكر حضراتكم بان احنا دايما بنستنى منكم الدعم باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد من الفيديوهات بتاعتنا باذن الله. بحب برضه افكر حضراتكم ان احنا بنستنى في اقتراحاتكم الجميله في الكومنتات بتاعتكم، انكم تكتبوا لنا اسامي وصفات واكلات نقدر نطبقها سوا مع حضراتكم بطريقه سهله وبسيطه وفي متناول الجميع باذن الله. تعالوا بقى النهارده بينا نعمل اكله حلوه جدا سهله جدا خفيفه جدا باذن الله، مش هتاخد مننا وقت ولا مجهود، وهنعملها كمان بربع كيلو من الفراخ بس او بربع كيلو من صدور الفراخ. هنعمل طواجن مكرونه بالفراخ، طاجن مكرونه بالفراخ زي اللي بنجيبه من بره ويمكن احلى كمان. يلا بينا نصلي على رسولنا الكريم ونقول بسم الله ونشوف المقادير بتاعتنا النهارده بتقول ايه. معايا النهارده لطواجن المكرونه بتاعتي. انا جايب هنا معايا كيلو الا ربع من المكرونه اللي هو يعتبر 750 جرام من المكرونه. ومعايا كمان نص كيلو من الطماطم 500 جرام. معايا هنا ربع كيلو من الفراخ. وهنا الفراخ بتاعتنا هي كانت عندي اصلا في الثلاجه، دي كانت باقيه معايا من الحشوه بتاعت الحواوشي. بدل ما تتساب في التلاجة قلنا هنستخدمها النهارده مع حضراتكم وهنعمل بيها الطواجن اللي انتوا شايفينها دي، وهي ربع كيلو بس، وهنشوف هنعمل الطواجن بتاعتنا ازاي. معايا كمان فلفل هنا هوت الوان، ومعايا كمان بصل مقطعينه جوانح او جوليان بس مش كبيره، تكون صغيره بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها دي. الفراخ هنا عندي انا متبلها، هي متبله اصلا. طيب لو مش متبلها هتبلها ازاي؟ هحط عليها معلقه كبيره من بهارات الفراخ، ومعلقه صغيره من الشطه، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من الملح، وهحط كمان توم باودر، وممكن نحط سنه زعتر صغيره بتدي طعم حلو كمان للفراخ بتاعتنا، ومكعب مرق، ومش هحط عليها توابل اكتر من كده. طيب نطبق بقى الكلام بتاعنا ده ازاي؟ هنيجي هنا عندنا في على النار، حاطين هنا انا حاطط الحله بس تسخن شويه. معايا حله ومعايا طاسه، الحله هنعمل فيها الطماطم والطاسه هنعمل فيها الفراخ بتاعتنا. هنزل اول حاجه هنا عندي بالطماطم عشان تتسبك. الطماطم هنا وانا بفرمها حطيت معاها فصين من الثوم، يعني احنا بنفرمها في الخلاط هنحط فيها او في الكبه هنحط معاها فصين من الثوم، مش هنحمرهم في الزيت عشان احنا قلنا عايزين الاكله بتاعتنا تكون خفيفه شويه. هنزل عندي كده بالطماطم وهسيبها لحد ما تتسبك، مش هاجي يمتها خالص لحد ما تتسبك. هقلبها بس كده تقليبه وهسيبها لحد ما تتسبك. ده كده بالنسبه للطماطم بتاعتنا. في الطاسه بتاعتنا بقى انا برضو حاططها تسخن شويه. هنزل عندي بالفراخ الاول قبل ما انزل عليها باي حاجه. هنزل عندي بربع كيلو الفراخ اللي احنا قلنا عليه، وهسيبه لحد ما يدخل فيه السوا شويه، وبعد كده هنزل عليه بالبصل بتاعنا. هسيبه يستوي براحته خالص لحد ما يخش معانا في السوا بنسبه 70%، وبعد كده هنزل عليه بالفلفل والبصل واسيبهم يغلوا شويه مع بعض على النار. هفصل مع حضراتكم لحد ما الفراخ بتاعتي تخش في السوا، ونرجع بعد كده نشوف شكلها عامل ازاي. خليكم معايا. ورجعنا تاني يا جماعه. بصوا بقى كده الفراخ بتاعتنا احنا مش طولنا عليها في السوا ليه؟ لان هي هنا مفرومه، الفراخ بتاعتنا مفرومه فرمينها في الكبه. لكن لو قطع هسيبها وقت اكتر من كده، فعشان هي مفرومه فمش هتاخد معانا وقت في السوا بتاعها. هي كده بالنسبه لي يعتبر دخلت في مرحله السوا اللي انا عايزها. هنزل بعد كده عندي بالفلفل الالوان، ولو الناس طبعا بتحبها سبايسي ممكن نحط فلفل حراق. وهنزل بعد كده بالبصل. طبعا الطماطم عندي هنا بتتسبك، وانا هنا الطاسه بتاعتي كنت حاطط فيها معلقتين كبار من الزيت، وفي الطماطم كنا حاطين 3 معالق كبار من الزيت، والحله بتسخن على النار. هنغطي بقى، هنقلب تقليبه كده وهنغطي على الكلام ده كله عشان البصل بتاعي يستوي، وكمان الفلفل بتاعنا كمان يستوي. وبرده مش هنسويهم قوي، يعني هنسويهم اي نعم بس مش هنخليهم يعني ايه دبلانين قوي. لان ليه؟ لان احنا بنحط كده عندنا المكرونه بتاعتنا بتبقى نيه، وكمان بنحط الطماطم عليها لان احنا لسه هنزود الطماطم بتاعتنا او الصلصه بتاعتنا ميه بس لما تتسبك عندنا. وبعد ما نسبك الطماطم هنملح بملح وفلفل اسود بس، لان الفراخ عندنا واخده هنا التوابل كلها، وهي دي اللي هتطعم لي الطاجن بتاعي. عايز اقول لكم بقى الريحه عامله ازاي بتاعت الفراخ. هنغطي بقى على الكلام ده كله، هفصل مع حضراتكم وهنغطي على الفراخ لحد ما تستوي، وبعد كده نرجع نشوف هنزود الطماطم بتاعتنا ازاي. خليكم معايا.
ورجعنا تاني يا جماعه كده بقى. الفراخ عندنا بتاعتنا طفينا عليها النار. بصوا هو ده الشكل اللي احنا محتاجينه. انا مش عايز الخضار بتاعي يدبل اكتر من كده. تمام، احنا اي نعم بنسويه بس مش بنخليه يدبل قوي، علشان احنا زي ما قلنا هندخله الفرن ولسه المكرونه كلها هتستوي في الفرن تاني. طماطم هنا عندي الصلصه بتاعتي اتسبكت. هنزل بعد كده عندي بكوبايتين من الميه او 3 كوبايات من الميه، انا اسف. هنزل عندي ب3 كوبايات من الميه وهسيبها لحد ما تغلي خالص، تغلي كده غلوتين. هنملح بقى عندنا زي ما قلنا بملح وفلفل اسود، ومش هنزود اي توابل عن كده. بس كده فلفل اسود، وهنزل كمان بمعلقه من الملح هنا بقى على حسب ما هندوق وهنشوف هي محتاجه ملح ولا لا. وهسيبها عندي لحد ما تغلي غلوتين، وبعد كده نشوف بقى هنعمل الطواجن بتاعتنا ازاي. هفصل بس مع حضراتكم لحد ما تغلي، وبعد كده نرجع نشوف هنعمل الطواجن بتاعتنا ازاي. خليكم معانا. ورجعنا تاني يا جماعه كده. الصلصه بتاعتنا خلاص اتسبكت، وزودنا الميه زي ما قلنا وسيبناها تغلي غلوتين، وبعد كده اهوت ايه هنشوف بقى هنرص الطواجن بتاعتنا ازاي. الطواجن بتاعتنا هنا انا بس اديتها بفرشه كده دهنه صغيره جدا من عشان احنا مش مكترين زيت او مش حاطين زيوت في الفراخ ولا الصلصه بتاعتنا، فعشان برضو لما نيجي نقلبها او تيجوا تقلبوها تتقلب مع حضراتكم وما تلزقش في الطاجن وما تتحرقش. هعمل ايه بقى؟ عندي هاخد الاول كميه من الفراخ هحطها الاول تحت في اسفل الطاجن بالطريقه دي، على حسب بقى ما حضراتكم عايزين، يعني اللي عايز يكتر اللي عايز يقلل، او على حسب ما الطاجن بتاع حضراتكم ياخد. هنزل كده بكميه من الفراخ بالطريقه دي كده، زي ما حضراتكم شايفين كده. وزي ما قلنا، معلش انا اسف طبعا التليفون بس فصل. زي ما قلنا لحضراتكم ان ده كده ما يقارب من 200 جرام من الفراخ، مش ازيد من كده خالص. عمل لنا 3 طواجن زي ما حضراتكم شايفين كده. هنحط بقى بعد كده المكرونه، كميات المكرونه، وهناخد بس بالنا واحنا بنحط المكرونه ما نملاش الطاجن بتاعنا قوي. هنزل كده عندي كميات المكرونه على طول فوق الفراخ بتاعتنا، ان احنا نعمل حساب ان احنا لسه هنحط صلصه طماطم، والطماطم عندنا مش متسبكه تماما. احنا سبكناها وبعد ما سبكنا زودنا ميه، لان الميه دي هي اللي هتزود عندنا المكرونه بتاعتنا يعني. وكمان هما مش هياخدوا كميه المكرونه كلها، هياخدوا اقل، فاحنا بنقول على حسب اللي عند حضرتك. هجيب بقى عندي الصلصه بتاعتي بالطريقه دي، بيها وزي ما حضراتكم شايفين كده لسه طافين عليها النار. هي غلوت زي ما قلنا غلوتين 2، وبعد كده ايه فصلنا النار عليها. وهبتدي بقى احط الصلصه بتاعتي كده فوق الطواجن بتاعتي. وهناخد بالنا واحنا بنحط ان احنا لازم منسوب الطماطم او الميه بتاع او الصلصه بتاعتنا تكون مغطيه الطاجن كله، لان زي ما قلنا احنا مش هنزوده اي حاجه، هي دي اللي هتسوي المكرونه بتاعتنا، لان المكرونه بتاعتنا نيه. وده بقى ليه احنا بنقول ان هي زي اللي بره؟ لان اللي بره او اللي احنا بنجيبها من محلات الكشري ما بتبقاش الطماطم سوري المكرونه مسلوقه، هي بيحطوها نيه زي ما قلت لحضراتكم كده. بتبقى طعمها جميل جدا، وبتبقى كمان احسن من مش هنقول زي اللي احنا بنجيبها من بره، احنا هنقول ان هي بتبقى اطعم من اللي احنا بنجيبها من بره، لان احنا حاطين فراخ وعارفين احنا عاملينها ازاي ومتبلينها ازاي ومضمونه. زي ما حضراتكم شايفين كده ده بيبقى شكل الطاجن بتاعنا. الطماطم لازم تبقى مغطياه من فوق بالطريقه دي، مغطيه المكرونه بتاعتنا. هكمل بقى الكميه بتاعتي وهدخله في فرن درجه حراره 200. هنزله تحت على الصاجه، مش في الرف اللي في النص، هنزله تحت على الصاجه، وهغطيه باي غطا عندي او اي صينيه علشان المكرونه بتاعتنا تستوي. وهولع تحت وفوق، يعني هولع الشوايه وهولع الفرن كمان عشان الطاجن بتاعي يستوي ما ياخدش معايا كمان وقت في الفرن. ودايما احنا بنحب المكرونه يكون فيها بالذات الطواجن لازم يبقى فيها عضه صغيره كده، مش مستويه قوي او مهريه قوي للسوا يعني. فهندخلها زي ما قلنا لحضراتكم بالطريقه دي، وهنرجع نشوفها بعد ما تخرج من الفرن عامله ازاي. هي ما بتاخدش تقريبا ربع ساعه بتكون مستويه. هرجع اوريها لحضراتكم بعد ما تطلع من الفرن، خليكم معايا.
ورجعنا تاني يا جماعه كده بعد ما طلعنا بقى الطاجن بتاعنا من الفرن. زي ما حضراتكم شايفين كده احنا لسه قلبينه اهوت. انا قلبته بس مع حضراتكم لاني قلبته في الطبق وسبته شويه يهدى عقبال ما المكرونه بتاعتي كلها تنزل وتستريح كده في الطبق، وبعد كده قلبته بقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وطبعا الباقيين لسه بس بياخدوا وش في الفرن. اول ما يطلعوا من الفرن هقدمهم برده بنفس الطريقه كده زي ما حضراتكم شايفين بالطريقه دي. اتمنى كده يا رب النهارده الوصفه بتاعتنا او الغدوه بتاعتنا تكون عجبتكم. هستنى بقى تكتبوا لنا في الكومنتات الجميله بتاعتكم جربتوها ولا لا، وعجبتكم ولا لا. ما تنسوناش بقى ان شاء الله بالدعم باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهاتنا باذن الله. اشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله، ومع السلامه.